السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض طريقة حلوة اوي لفرد الفطير المشلتت. انا عملته معاكم على القناة كذا مرة قبل كده، بس المرة دي بعمله بقى بطريقة فرد مختلفة شوية، وما بتاخدش معانا وقت ولا جهد. ده للناس بقى اللي عاملة شغل اونلاين من البيت. لو جالك طبعا طلبية فطير كتير مثلا وعايزة تنجزي في الوقت، الطريقة دي حلوة أوي، بتنجز معانا في الوقت وبنطلع كمية فطير كبيرة في وقت قليل. و... وطريقة فرد مش متعبة جدا زي الفرد العادي. لا، الطريقة دي هتعتمديها في شغلك بعد كده. معايا كيلو من الدقيق، عليه 5 معالق من السكر، الحبيبات العادي، ونص معلقة من الملح. وببدأ ان انا اعجن فيه كده بمية فترة من الحنفية. باخد شوية بشوية كده من المية لحد ما الدقيق كله يختفي معايا، وباخد بقى العجينة كده زي ما انتوا شايفين على الرخامة. طبعا اللي عندها عجان هتعجن في العجان عادي خالص، مفيش مشكلة. مفيش عجان وكده هتعجنيها عادي كده على الرخامة زي ما انت شايفة. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، الفطير بيحب العجن الكتير. ادخلي لو لسه جديدة معايا، هتدخلي على القناة هتلاقيني عاملة الفطير، عاملة كذا فيديو للفطير المشلتت عندي على القناة. الفطير زي ما قلت لكم بيحب العجن الكتير، والعجينة بتكون طرية بس ما بتكونش ملزقة، يعني بتكون طرية كده في ايدك عاملة زي اللبانة كده، بس ما تكونش ملزقة في الايد. تمام كده. اهو عجنتها كويس اوي كده، هسيبها بقى تستريح معايا. يعني ممكن تسيبيها نص ساعة ساعة. لو عندك مثلا طلبية فطير هتقوم الصبح مثلا بدري تعملي اللي وراكي وكده، اعجني بس العجين الاول واقعدي افطري وشوفي اللي وراكي، وبعد كده ارجعي اشتغلي في العجينة تكون استريحت على الاخر. طبعا احنا ما بنخمرهاش ولا حاجة، احنا بس بنسيب بس العجينة بس تستريح، علشان لما نيجي نفردها ما تتعبناش في الفرد. تمام كده. انا خدت كيلو كده الدقيق كله كده زي ما انتوا شايفين. على الرخامة بتاعتي رشيت بس رشة دقيق من تحت العجينة ومن فوقيها علشان بس ما تلزقش في النشاب. وهبدأ افرد في العجينة بتاعتي. شايفين انا فردتها كلها كده اهو. يعني سمكها يكون سنتي مثلا، نص سنتي، ما تكونش رقيقة قوي. وبجيب بقى ربع كيلو من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، زبدة صفرة او زبدة بلدي، اهم حاجة تكون زبدة ما تكونش سمنة. وبدهن بقى بيها الفطير العجينة بتاعتي كلها كده اهو. الكيلو دي بياخد ربع كيلو من الزبدة. تمام كده. بحاول بقى ان انا اغطي العجين بتاعي كله كده بالزبدة، لان الطريقة دي اللي هتخلي معايا الفطير يكون مورق وما يلزقش في بعضه، يعني العجين ما يطلعش ملزق في بعضه. تمام كده. افردها كويس اوي كده اهوت بايديا، او افردي بقى بالاسباتيولا بالمعلقة براحتك خالص. انا ما بعرفش اشتغل غير بايدي. تمام. طبعا ايدينا مغسوله كويس، الرخامه مطهرينها عاملينها غسلينها بالخل وكده، فالدنيا كلها حوالينا نظيفه في وقت الفطير ده بالذات. او عامه لو بتعملي اي مشروع اكل او اي حاجه، خلي الدنيا حواليكي كلها نظيفه، علشان النظافه في شغلك، والحاجه لما بتكون طالعه بنظافه هي دي اللي بترجع لك الزبون مره تاني. بحاول بقى ان انا كده، هو انا كده بلفها بقى من الطرف التاني رول، بس طبعا الكاميرا ما كنتش واخده بالي ان الكاميرا مش جايبه الفيديو من اول، مش مبينه الرخام معايا قوي. تمام. اهو بلف رول بقى كده. بصوا، بلف العجينه كلها رول كده اهو، وبضمها قوي على بعضها كده، يعني ما بسيبش بينها فراغات، لا بتلفيها كده وتضميها كده على بعضها. دي بقى كده اللي هتطلع معانا بقى طبقات بقى ورقات كتيرة في الفطير بتاعنا. اهو الاول كنا بنعمله كور صغننة خالص كده، ونرجع نفرد كورة ونحطها في قلب كورة وكده. لا، الطريقة دي بصراحة ربنا سهلة جدا، وفي اقل وقت بتطلعي كمية فطير. لان طبعا زي ما انتوا عارفين انا شغالة شغل اونلاين. اوقات بقى بيجيلي مثلا فطير عروسة، مثلا بيبقى مطلوب مني مثلا اعمل 50 فطيرة، 60 فطيرة، على حسب بقى أهل العروسة ما بيبقوا طالبين كمية الفطير قد ايه. بتبقى طبعا أنا لازم أنجز فيها لأني بشتغل لوحدي مش معايا حد. فالطريقة دي بصراحة ربنا لقيتها سهلة معايا جدا، وبتطلع الفطير حلو قوي. وبطلع الكمية اللي أنا عايزاها بدون تعب بدون مجهود كتير.
فبصراحة حلوة فاعتمدتها في شغل. ادي انا كده الكيلو قطعته ل4 فطاير. طبعا انا بوريكم بس في كيلو. طبعا انت عايزة تعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها براحتك. انا بوريكم الفطير بتاعنا في كيلو الدقيق. براحتك بقى انت زودي الكمية 2 كيلو 3 كيلو براحتك خالص. انا قطعت الكيلو كده على 4 فطاير. طيب ال4 فطاير دول هتطلعي الفطيرة على كام؟ انا بطلع الفطيرة لو الكيلو مقطعه على 4 فطاير كده، الفطيرة دي بطلعها على 25. طيب لو هقطعها على 3 فطاير طلعيها على 35، وهكذا. لو هتقطعيها على فطيرتين بس هتطلعي الفطيرة الواحدة ب50 أو ب60، على حسب المكان اللي انت بتشتغلي فيه. تمام كده. بفرد بقى اهو. خدتها بقى ريحتها بقى في التلاجة شوية، غطيت العجين بتاعي ودخلته التلاجة شوية بعد ما قطعته. وجبت بقى اول واحدة اهو، اول جزء من الرول اهو، فردته وحطيت له وسطه يعني معلقة زبدة كده في النص كده، وانا بفرد كده وبطبق على بعض. فردتها اهو وطبقتها كده على بعضها، وهلمها زي الكورة كده اهو كده. لميتها كده وهركنها بقى تستريح تاني. هسيبها تستريح بقى تاني عشان افردها بقى. وهكذا هعمل بقى في بقية الفطاير بتاعتي كده اهو، زي ما انتوا شايفين نفس الفكرة اللي انا عملتها. بفرد وبجيب معلقة من الزبدة كده واحطها في النص. دي اختياري، لو مش عايزة تعمليها براحتك ما تعمليهاش. عايزة تعمليها بسمنة بلدي مثلا عندك، لو بتعمليها للبيت يا سلام هتبقى جميلة جدا. عايزة تعمليها بزيت عادي برضو مفيش مشكلة. احنا كده كده حشينا الفطير بتاعنا بالزبدة اللي احنا عايزين نحشيه بيها في الاول خالص. فهي التاني مرة دي بقى براحتك اختيار. عايزة تحطي معلقة الزبدة مش عايزة براحتك خالص. اهو بقى بعد ما استريح معايا جبت الصينية بتاعتي وبفرده بقى كده فيها. وجبت كده معلقة من الزبدة عليها شوية كده من الزيت. لازم تحط شوية من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش منك. وبفردها كده على الوش علشان وش الفطيرة يطلع معايا لونه حلو، واخد اللون الذهبي طبعا اللي احنا بنبقى عارفينه في الفطير وكده اهو. طبعا الفطيرة بتفرد معايا صينية الفرن اللي هي ايه في طقم الصواني، اللي هي الصينية الكبيرة. بتفردها كلها. لكن انا طبعا فردة واحدة في الصينية اللي هي الكبيرة خالص اللي عندي دي مش صينية طقم يا بنات، دي صينية كبيرة بتاعت الفطير اللي هو الكبير، اللي هي حجم الفطيرة الكبيرة اهو كده. بعد ما دخلته على الفرن على درجة حرارة عالية جدا، بتشغلي الفرن من فوق ومن تحت. ولازم النار تكون عالية جدا في الفرن علشان الفطير ما ينشفش منك جوه الفرن. الفطيرة ما بتكملش 10 دقايق وبخرجها زي ما انتوا شايفين كده. عايزاه طري مش عايزاه مقرمش، حطيه على بعض اول ما يخرج وغطيه كده بكيس. عايزاه بقى الفطيرة مقرمشة كده معاكي وحلوة، فرديه كده على رخامة زي ما انا ما عامله، والعسل بقى والقشطة وبألف هنا.